محمد صلاح مش بس نجم كرة عالمي، ده كمان نجم في شراء العربيات. عنده أسطول عربيات يخلي أي حد يحلم بيه: بنتلي، لامبورجيني، مرسيدس، أودي، تويوتا. إجمالي تمنهم كله حوالي 49 مليون و300 ألف جنيه. تعالوا نشوف أسطول المو عامل إزاي. محمد صلاح فخر العرب ونجم ليفربول الإنجليزي، مش بس أسطورة في الملعب بمهاراته الخارقة وأهدافه اللي ما بتخلصش، ده كمان ذوقه في العربيات حكاية تانية خالص. صلاح عنده أسطول عربيات فخمة، كل عربية فيه بتحكي قصة نجاحه الكبير، سواء مع فريق الريدز أو على المستوى الشخصي. لما بتبص على العربيات اللي بيسوقها بتلاقي إنها مش عربيات عادية. بنتلي، لامبورجيني، مرسيدس، دي ماركات عالمية ليها اسم، وبتوضح قد إيه صلاح غاوي العربيات الفخمة والسريعة. الجريدة البريطانية ذا صن نشرت تقارير عن عربيات صلاح وقالت إنها من أغلى وأشهر العربيات اللي بيحبها لاعيبة الكورة في العالم، وده اللي خلانا نبص على الأسطول ده ونعرف تفاصيله. مثلا أول عربية في الأسطول ده بنتلي كونتيننتال جي تي، وهي المفضلة عند نجوم الكورة. سعرها بيوصل لحوالي 160 ألف جنيه استرليني، يعني بالمصري حوالي 10 مليون و500 ألف جنيه. العربية دي بريطانية فخمة، سرعتها القصوى 210 ميل في الساعة، يعني سرعة ملهاش حدود. تاني عربية عنده هي اللامبورجيني افنتادور الإيطالية، وسعرها 271 ألف جنيه استرليني، يعني حوالي 17 مليون جنيه مصري. العربية دي أسرع عربية في أسطول صلاح، عربيتها القصوى بتوصل ل 218 ميل في الساعة، وبتقدر تمشي 60 ميل في حوالي 3 ثواني بس. يعني باختصار عربية أحلام أي حد بيعشق السرعة. مرسيدس AMG GLE كوبيه، العربية دي سعرها أرخص شوية من اللي فاتوا، حوالي 65 ألف جنيه استرليني، يعني بالمصري حوالي 4 مليون و200 ألف جنيه. دي عربية SUV رياضية لمحرك قوي بيوصل ل 367 حصان. صلاح بيستخدمها في حياته اليومية، زي مثلا بيروح التمرين أو بيتنقل بيها علشان عملية ومريحة في نفس الوقت. مرسيدس بنز SLS AMG رودستر، دي من أغلى عربيات مرسيدس اللي نزلت، سعرها حوالي 176 ألف جنيه استرليني، يعني بالمصري حوالي 11 مليون و500 ألف جنيه. شكلها لوحده حكاية، ومحركها قوي 571 حصان، بتوصل ل 60 ميل في حوالي 4 ثواني. باختصار فخامة وسرعة في عربية واحدة. أودي Q7 سعرها حوالي 54 ألف جنيه استرليني، يعني بالمصري حوالي 3 مليون و500 ألف جنيه. عربية ألمانية معروفة بقوتها، كان بيستخدمها قبل كده لعيبة نادي برشلونة، مناسبة للعائلات والرحلات الطويلة، وبتجمع بين الثبات والأداء العالي. تويوتا كامري أرخص عربية في أسطول صلاح، سعرها حوالي 29 ألف جنيه استرليني، يعني بالمصري حوالي مليون و900 ألف جنيه. ممكن تكون مش سريعة زي الباقي، سرعتها القصوى 111 ميل في الساعة، لكنها عملية جدا وموثوقة. صلاح كان بيستخدمها لما كان بيلعب في تشيلسي. لو جمعت كل الأرقام دي مع بعض هتلاقي إن قيمة أسطول عربيات محمد صلاح حوالي 755 ألف جنيه استرليني، يعني بالمصري حوالي 49 مليون و300 ألف جنيه. الرقم ده مش مجرد فلوس، ده بيوضح قد إيه نجاح صلاح في الملاعب انعكس على حياته الشخصية وذوقه الرفيع. صلاح بيسيب بصمة مش بس في الكورة، ده كمان في عالم العربيات. كل عربية في أسطوله مش مجرد وسيلة مواصلات، دي بتعبر عن شخصيته، حبه للرفاهية وسرعته اللي بنشوفها في الملعب. يا ترى لو كان معاك كل الفلوس دي كنت هتشتري نفس العربيات دي ولا هتختار عربيات تانية؟